بيبدأ الفيلم مع مجموعة شباب في حفلة وهما بيلعبوا وبيهزروا وبيحملوا تطبيق اسمه العد التنازلي، واللي بيقول للشخص هو هيموت امتى. وكلهم بيكون قدامهم سنين إلا كورتني بيكون قدامها حوالي 3 ساعات وتموت. وبتركب العربية مع صديقها ايفن وبتتخانق معاه لأنها مش عايزاه يسوق وهو سكران، فبتنزل وبتروح بيتها ماشي. وبيجي لها رسالة من البرنامج إنها خرقت اتفاقية المستخدم، وهي في الشارع بتشوف خيال قريب منها وبتخاف وبتجري على البيت. ولما بتدخل الحمام بتحس بصوت ورا الستارة وبتفتحها مش بتلاقي حاجة، وبعدها بتلاقي إن الستارة اتقفلت لوحدها، وقبل ما تفتحها في كائن بيشدها لفوق وبيقتلها مع انتهاء العد التنازلي في تليفونها. وفي الوقت ده بيكون ايفن عمل حادثة بعربيته وخبط في شجرة، وبيكون في فرع شجرة وقع على الكرسي اللي كان مفروض كورتني تكون قاعدة عليه وكانت هتموت. بنشوف كوين وهي ممرضة بتتدرب في المستشفى وبتروح تتكلم مع ايفن اللي هيعمل عملية جراحية بعد ما عمل الحادثة بالعربية، وبيحكي لها عن صديقته اللي ماتت وبيقول لها ان البرنامج بيقول ان ميعاد موتها بعد كام ساعة، وده معناه انه هيموت خلال العملية وبيكون خايف. فكوين بتطمنه وبتقول له ان ده برنامج عمله واحد فاشل عشان يخوف الناس. وبتخرج كوين وبتلاقي زمايلها في المستشفى بيحتفلوا بيها لانها نجحت وبقت ممرضة رسمي معاهم، وبيحملوا البرنامج وبيلاقوا ان قدامهم سنين كتير. وبعدها كوين بتحمل البرنامج وبيقول لها ان فاضلها حوالي 3 ايام وتموت، لكن مش بتهتم. وبتروح بيتها تجهز ورق المستشفى وبتلاقي انهم محتاجين شهادة ميلادها، فبتروح بيت اهلها عشان تدور عليها. وهي هناك بتسمع صوت في الدولاب وبتخاف، فبتفتح الدولاب وبتلاقي اختها جوردن، لكن اختها بتقول لها خدي الورق بتاعك وامشي. وبيصحى ابوها من النوم وبيسلم عليها وبيقول لها انهم هيروحوا بعد يومين يزوروا قرايبهم. بيكون ايفن في المستشفى وبيشوف في البرنامج ان قدامه 3 دقايق ويموت، فبيقرر انه هيهرب وما يعملش العملية. وبيجيله رسالة انه خرق اتفاقية المستخدم، وبيشوف في مراية المستشفى ان في خيال اسود وراه وبيهرب منه وبيدخل سلم الطوارئ. وبعدين النور بيطفي هناك وبيشوف حد هناك وبيلاقيها كورتني صديقته، وبيكون شكلها مخيف وبتقرب منه وبعدها بيقع من فوق وبيموت. بتعرف كوين من الممرضة ايمي ان ايفن وقع من على السلم، وبتفتكر كوين البرنامج اللي هو قال لها عليه، وبتروح اوضته وبتاخد تليفونها وبتروح تطلع جثته وتفتح عينيه عشان تعرف تفتح التليفون. ولما بيفتح بتلاقي ان العدد التنازلي بتاعها وصل 0، وفجأة بيتحرك دراع ايفن وبيبصلها. وبعدها بتشوف كوين موبايلها وبتعرف ان ميعادها بيقرب، فبتكلم ابوها وبتأجل ميعاد زيارة القبر. وبعدها بيجيلها رسالة من البرنامج انها خرقت اتفاقية المستخدم، وبتشوف خيال في الأوضة ولما بترجع بيكون اختفى. وبيجي دكتور سوليفان وبيقول لها تشوف جهاز بتاع مريضة، ولما بتدخل الأوضة بيحاول يتحرش بيها لكن بتمنعه وبتخرج. وبتروح عشان تقول للممرضة ايمي، لكن الدكتور سوليفان بينادي عليها. بتحاول كوين انها تحذف البرنامج لكن مش بتحذف، وبتدور على برنامج عشان تعرف عنه معلومات. وبتشوف خبر موت كورتني صديقة ايفن، وبتشوف فيديو لواحدة حملت البرنامج وبقت بتشوف ابن عمها اللي مات من فترة وبقت خايفة وقلقانة دايما. وبتطمن كوين شوية لما بتلاقي تعليقات من الناس بيقولوا لها ان ده فيديو مزيف وان كل ده كذب. لكن بعدها بدقيقة كوين بتشوف ايفن وشكله مخيف وبيصوت في وشها، وبتترعب وبتكسر موبايلها وبتخرج من البيت وبتنام في عربيتها. ولما بيطلع النهار بتيجي اختها جوردن تصحيها، وبيدخلوا البيت وبتشوف اختها موبايلها المكسور ورسالة من البرنامج بيقول لها ان فاضلها يوم، وبتقول لها انها جاية تقعد معاها لان ابوهم مسافر. لكن كوين بتقول لها انها مش فاضية، وبتقول لها جوردن انها بقت اخت سيئة من ساعة موت امهم. بتروح كوين تشتري موبايل جديد وبتتأكد ان مش عليه البرنامج ده، لكن وهي خارجة من الباب بتلاقي البرنامج اتحمل على الموبايل. وبتسأل الراجل ايه ده، فبيحاول يمسحه لكن مش بيعرف. وبتخرج تركب عربيتها وبتشوف خيال وراها، وبعدها بتظهر ايد مخيفة جوه العربية وبتحاول تخنقها. فبتتحرك كوين بالعربية وبتخبط عربية تانية، وبتنزل من العربية بسرعة وبيزعق لها الراجل. لكن بيجي واحد كان في المحل جوه وسمعها بتتكلم عن البرنامج، وبيزعق للراجل وبيخليه يمشي، وبيوري موبايله لكوين وبيقول لها ان قدامه 18 ساعة ويموت. بيتعرفوا على بعض وبتعرف ان اسمه مات، وبيتكلموا عن البرنامج وبيعرفوا ان هما الاتنين جالهم الرسالة انهم اخترقوا اتفاقية المستخدم، وبيقولوا ان محدش فيهم قرا شروط الاستخدام اصلا. وبيجي لهم فكرة انهم يحملوا البرنامج من موبايل راجل قاعد جنبهم عشان يقروا الشروط دي. وبيعرفوا ان الشروط بتقول ان ما ينفعش المستخدم يغير مصيره بعد ما يعرف ميعاد موته، والا كده هيبقى خرق الاتفاقية. وبيقول مات انه كان المفروض يسافر بالقطر لكن لغى السفر لما عرف انه هيموت في الوقت ده. وكوين كمان لغت ميعاد زيارة قبر امها لما عرفت ان ده وقت موتها.
كوين ومات بيروحوا المستشفى، وبتقول الممرضة ايمي لكوين انها عايزة تتكلم معاها ضروري، وبيكون في اجتماع تحقيق مع كوين لان دكتور سوليفان اتهمها انها اتحرشت بيه، فبيوقفوها عن العمل. لكن بتقول لهم انه كذاب وان هو اللي اتحرش بيها. وفي الوقت ده بيكون مات في الحمام وبيخبط عليه حد، وبيشوف رجله من تحت الباب، وبعد ما بيخرج بيسمع صوت عياط، وبيشوف رجله وهو ماشي، وبعدها رجله بتتقلب والنور بيطفي، وبينط عليه طفل صغير وبيصوت، وبعدها النور بيرجع تاني وبيخرج. وبيروحوا يقابلوا القس جون، وبيقول لهم ان اللي حصل لهم ده فكروا قصة قديمة عن امير ابن ملك كان لازم يروح الحرب لان ابوه الملك مريض، فراح سأل واحدة ساحرة هل هيكسب في الحرب ولا لأ، فادت له مخطوطة فيها ميعاد موته وحذرته من انه يستخدم ده ويغير مصيره. ولما عرف الامير انه هيموت في الحرب بعت اخوه بداله. وبعدها راح للساحرة وقال لها انه بيشوف خيالات، فقالت له ان ده شيطان اسمه اوزن، وانه جاي عشان يعذبه لحد اللحظة اللي هيموت فيها لانه غير مصيره. وبيقول لهم القصة ان البرنامج ده كأنه نسخة حديثة عن الحكاية دي، وهو محتاج يشوف الشفرة بتاعته. فبتقول كوين انها تعرف حد ممكن يخترق البرنامج، وبيروح للراجل بتاع الموبايلات عشان يساعدهم، وبيخترق البرنامج وبيشوف اسامي الناس اللي محملة البرنامج ده، وبيعدل على المواعيد بتاعتهم اللي المفروض يموتوا فيها، وبيزود عدد السنين. وبتشوف كوين اسم اختها جوردن كمان، وبتعرف انها هتموت في نفس ميعادها قبلها بكام دقيقة بس، فبيخلي الراجل يزود عدد السنين بتاعتها هي كمان. وبعدها بيروح مات يبات في بيت كوين، وبيتكلموا عن السبب اللي خلاهم عايزين يعرفوا ميعاد موتهم. وبيحكي مات انه وهو صغير كان ليه اخ جاله مرض واهله بقوا بيهتموا بيه، وهو كان غيران، وانه سرق منه لعبته وهو نايم لانها كانت عاجباه، ولما كبر حس بالذنب ناحية اخوه الصغير اللي مات. وبتقول كوين انها خرجت حفلة مع صاحبتها وامها كانت قلقانة عليها وراحت عشان تدور عليها، فسواق عربية سكران خبطها وماتت، وهي حاسة بالذنب لان امها ماتت بسببها. وبالليل بتصحى كوين وبتشوف خيال من تحت الباب، وبتنادي على مات اللي نايم جنبها، لكن الباب بيفتح وبتلاقيه مات، وبتصوت وبيقول لها مات ان دي خيالات، وبيقول لها ان موبايله رجع زي ما هو وقدامه كام ساعة، وهي كمان قدامها 4 ساعات. وبتتصل باختها جوردن اللي بتروح تاخد الموبايل، وبتحس بايد على كتفها، وبتلاقي النور بايده بيطفي، ولما بتقفل الباب بيفتح لوحده، فبتخاف وبتنزل تحت السرير، وبتسمع صوت امها بتنادي عليها وتسألها عن اختها. وبعدها بيتشد السرير من فوقها، وبتشوف امها نايمة جنبها وشكلها مخيف. وبتوصل كوين وبتاخدها، وبيروحوا كلهم للقس جون، وبيقرا الشفرة بتاعة البرنامج، وبيقول لهم ان دي لعنة من الشيطان، لكن في طريقة يقدروا ينهوا بيها اللعنة دي، وانهم يخلوا حد يموت قبل ميعاده او بعد ميعاده ولو حتى بثانية واحدة، وكده يثبتوا ان الشيطان اوزن كذاب واللعنة تنتهي. وبيقول لهم انهم هيعملوا دايرة من الملح، وهيقول صلوات ويقفوا جوه الدايرة دي، وساعتها الشيطان اوزن مش هيقدر يدخل الدايرة دي. وبيعملوا الدايرة وبيقفوا جواها، وبيكون فاضل دقيقتين على موت مات، وبيقول القس صلوات وبيمسك الصليب في ايده، وفعلا اوزن مش بيقدر يدخل الدايرة، لكن بيظهر اخو مات واللعبة بتاعته، وبيستدرج مات بره الدايرة، واول ما بيخرج منها بيشده لبره، وبتجري كوين عشان تلحقه، وبتخرج الشارع، وبتيجي عربية وبتخبط مات وبيموت. وبتلاقي كوين اختها متعورة، فبتوديها المستشفى، وبتشوف الاخبار ان القطر اللي كان هيسافر بيه مات عمل حادثة، وبتتكلم معاها زميلتها وبتقول لها انها عارفة اللي حصل لها مع دكتور سوليفان ومصدقاها لانه عمل معاها كده هي كمان. وبتشوف كوين دكتور سوليفان بيعالج اختها، وبتفتكر اللي عمله معاها، وبتفتكر كمان انه حمل البرنامج، وبتروح تطمن على اختها، وبيكون قدامهم دقايق، وبتقول لها ان دي مش لحظاتهم الاخيرة. بتروح كوين لمكتب سوليفان وبتقول له انها كانت غلطانة في رد فعلها، وانها عايزة ترجع لشغلها، وبتقول له يروح وراها للدور المغلق، وبيروح فعلا وراها، وبتيجي من وراه وبتضربه وبتحاول تديله حقنة عشان تقتله، لكن اوزن بيسحبه. وبتيجي جوردن وبتسألها ليه بتعمل كده، فبتقول لها انه معاه البرنامج، ولو مات قبل ميعاده كده اللعنة هتنتهي زي ما القس جون قال. وبتروح كوين تدور على سوليفان، ولما بتقرب منه عشان تقتله بيشدها اوزن بعيد، وبتصوت جوردن لانها شافت خيالات وفضل لها دقيقتين وتموت، وبيظهر لها اوزن ولسه هيقتلها. بتيجي كوين ومعاها حقنة وهتنتحر بيها عشان تنقذ اختها وتموت هي قبل ميعادها واللعنة تنتهي، لكن الشيطان اوزن بيتحول وبيظهر لها في صورة امها عشان يسيطر عليها، لكن مش بتسمع كلامه، وبتدي لنفسها الحقنة وبتموت في ساعتها. اوزن مش بيقدر يعمل حاجة وبيختفي. بتبكي جوردن على اختها اللي ماتت، وبتلاقي مكتوب على دراعها اسم دواء، فبتاخد الابرة وبتديها الدواء ده، وبتصحى كوين، وبكده يكونوا قدروا يخلوا اللعنة تنتهي. وبتروح كوين واختها وابوهم عشان يزوروا قبر امهم، وبيعرفوا خبر ان في كذا ممرضة بلغت عن دكتور سوليفان انه اعتدى عليهم،
وكده هيطول في السجن. وبتلاقي كوين رسالة على موبايلها إن البرنامج تم تحديثه. وبعدها بنشوف الراجل بتاع محل الموبايلات وهو قاعد في المطعم مع بنت، وبتجيله رسالة من البرنامج، وبعدها نور المطعم بيطفي وبيموت. وبكده يكون خلصت ملخص فيلم النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وكومنت تقولوا لنا عايزين تشوفوا ايه الحلقة الجاية.